فتحت الآن النفرة الشعبية والمقاومة الشعبية المسلحة لدعم القوات المسلحة، وغايبين تماما عن الساحة وعن الواقع والمواقع. إن شاء الله المانع خير يا السادة البطاحين. السلام عليكم يا رجال. عندي رسالة بوجهها للرجل اللي قال يا أخي إنه البطاحين ما وقفوا مع القوات المسلحة ولا طلعوا مع الناس المقاومة الشعبية. إنت كان بقيت داير لك شهرة يا أخي ما تشتهر بالقبائل، سيلك محتوى الناس تقدر تتابعك فيه وتستفيد منه، لكن ما تقدر تتكلم عن القبائل. البطاحين يمكن من أوائل الناس اللي طلعت يعني في شرق النيل، أكثر ناس تضرروا في منطقة شرق النيل إن مسكتها من المايقومة دي. يعني يمكن دي أوائل الناس اللي تضررت منها، شالوا عرباتها ولا تضربوا معاهم ولاقوهم بأسلحاتهم برضه. والله وريتونا وخجلتونا ذاته. لا أنا عندنا سلاح وعندنا جيش جرينا. انتم مواطنين ساكت بتقاتلوا جنجويد بهجار وبأكاكيس وبس. يا أخي والله وريتونا. نسوي شنو أنا هسي يا أهلنا المتاهل؟ وندخل روسنا وين أنا هسي ده؟ أنا داخل نكوري كل رئيس إجارة. والله وريتونا يا أخي. الرجال يا أخي رجال بداقوش بهجار بأكاكيس. لكن البطاحين تضرروا فيها. أنا كلامي ده خص يعني عن قبيلة واحدة اللي هو قاصدة، غير القبائل الثانية الموجودة في شرق النيل. شرق النيل يعني سكانها معها شوية من مختلف القبائل، لكن أخصص كلامي ده أنا للبطاحين خصوصا، يعني إنه هنا تضرروا ضرر ما عادي زيهم زي الناس، لكن ثبتوا موجودين حاليا في بيوتهم، ما طلعوا من بيوتهم. مسكتها من المايقومة دي لا علوان ولا بزوليق ولا بودليق ولا المناطق كلها سكان ناس عدوابي كرديل قاعدين، الأغلبية قاعدين ولاقوهم بالسلاح ده. ما يعني ما حاجة جديدة عليهم أصلا، ولا مما من زمن المهدية مشهود على البطاحين هون شنو. فمنطقة عدوابي كردي جبرونا دي براءة ماكسي محتوى المعركة بتاع جبرونا اللي شبكوا معاهم هم ذاتي في جبرونا دي ماكسي عميبة، غير جبرونا شارع واحد منطقة شرق النيل دي عموما. يعني الناس التحية لقبيلة البطاحين والتحية لجميع القبائل اللي في السودان، ويا ريت نتمنى أي منطقة يخشوها الدعم السريع يبلوهم زي ما البطاحين بلوا المرتزقة. الحرب جاي مدورة والبطاحين جاي مشتبكين مع الدعم السريع المرتزقة. نتمنى أي زول ونتمنى أي قرية وأي منطقة يخشوها الجنجويد يتبلوا، بس يتبلوا نفس الوضع اللي عمله البطاحين للجنجويد يتعمل في أي محل وفي أي مكان. وكل الناس لو عملت كذي أقسم بالله العظيم جنجويد واحد يفضل ما في، أقسم بالله العلي العظيم جنجويد واحد يفضل ما في. والتحية للبطاحين والله تاني مرة، والله إنهم عز وإنهم كفو وإنهم فرسان وإنهم ما فيهم أي كلام. والله التاريخ يكتب، والله التاريخ يكتب والتاريخ بيسجل. والله ما ينسى أي زول عمل في الحرب دي ووقف في الحرب دي، والله التاريخ ما ينسى. وحاليا هم قاعدين فيه حامين عرضهم، خاتين سلاحهم فوق كتفهم وحارسين بيوتهم وقاعدين، ويا الليل قاعدين. وشهدائهم براهم ان شاء الله ربنا يتقبلهم قبولا حسنا وفداء الوطن. شهداء البطاحين ما هون شويه. نحن ابواتنا في درب البلوم ما فاتوا، وارسين الثبات من الكبار الفاتوا. أهل القوة يوم صدر الحكم ما جاطوا، كم بعزة فوق حبل المشانق ماتوا. رجالا دونوا التاريخ شموخ وشهامة، إبليس البخل قال سنه فوق الهامة. يوم صدف البتصهيل تنعرض بأيام مورينا حناض الجوز قباح شوامة. أهلي زيهم ما بتلقى حد ما تكوس، يا تمني بقى بما الدنيا مو مهووس. الصم العروق وما غشاها السوس، معلوم للخلق كل البطاحين روس.